مرحبا بكل متابعين قناة طبخاتنا، إن شاء الله الكل بخير وسلامة وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكل عام وانتم بألف خير. نعاد عليكم بالصحة والسلامة. راح أسوي تمرية رمضان بطريقة سهلة ومتأكدة راح تعجبكم وتحبوها. وراح نبدي بأول خطوة. ربع كوب سميد راح أحمصه بدون ما أضيف له زيت أو زبد، فقط تحميص، وأقلب إلى أن يبدي ياخذ اللون الذهبي. أحمصه على نار هادئة، ما أعليها حتى ما يحترق عندي السميد. وأنا كملت. هسه راح أبدي أحمص الحليب، أيضا من ربع كوب حليب، وتحميصة زينة إلى أن ياخذ اللون الذهبي. لاحظوا بدأ يتغير اللون. وكملت. هنا عندي سميد وحليب، واضيف عليهم ربع كوب ايضا بسكت مطحون. اجي على التمر. هنا التمر شايله من عند النوى ومجهزته، اضيف عليه شويه زيت او ممكن تضيفون زبد، واعجنها على نار هادئه. ما راح اضيف له منكهات. عجن زين. بعدها راح اجمع عجينة التمر ويا باقي المكونات. هسه كملت واعجنهم. أطيب حلا ممكن تجربوه، وخاصة بشهر رمضان ما نستغني عنها، خاصة ويا الفطور. طبعا هنا أنا عندي السميد والحليب والبسكوت يكسر طعم الحلاء الموجودة بالتمر، خاصة أكو أشخاص يعانون من السكر فما يقدرون ياكلون حلا قوية. كملت العجن وصار عندي بهذا الشكل. هسه راح ابدي اشكلها كرات. لاحظوا قوام العجينة. اخذ شوية شوية وبمقدار مساوي واكورها. هكمل كل الكمية اللي عندي وارجع لكم. وبعد ان كملت راح ابدي اغلف كرات التمرية. اول شي راح اغلفها بالسمسم، سمسم محمص، وبهذا الشكل وعلى الطبق. وهنا أنا راح أغلفها بالفستق الحلبي والورد، شكل وطعم حلو. أيضا تصلح للضيافة، شكلها مرتب ومميزة. غلفوها بالمواد المتوفرة عندكم. هنا أنا راح أغلفها بالورد والفستق الحلبي وبالسمسم، وأيضا بالبسكت المطحون، أي نوع بسكت تفضلوا. أنا هنا استخدمت بسكت الشاي، أيضا بالبسكت المطعم بالكاكاو تطلع طيبة. وأيضا راح أغلفها بالمبروش، مبروش جوز الهند، حلو التنويع. وأشيلها على طبق التقديم. وهنا أنا عندي مبروش جوز الهند. هنا مبروش جوز الهند ما ضفت له أي شي، وأغلف بيه الكرات.
وكملت كل قطع التمرية اللي عندي وصارت عندي بهذا الشكل. لاحظوا شكلها مرتب وتشهي. وأتمنى عجبكم الفيديو اليوم وتطبقوا بألف صحة وهنا. ويا ريت ما تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أكون ممنونة منكم وسهمكم العافية. تحياتي.